لو ناوي سياحة أو دراسة في أوروبا تعال أقولك على تريكات تخليك برنس في الغربة. الميزة في أي حاجة بتشتريها من هنا غير إن سعرها أقل هي فكرة الضمان، إنها لو اتكسرت خلال سنة تقدر تروح توديها وتستلم واحدة جديدة، حتى لو نزل موديل أحدث بتاخد الأحدث. وبالنسبة للأسعار دي سامسونج اس 23 ألترا بحوالي 6800 زلوتي، اقسم على 4 لو عايز تعرف باليورو أو بالدولار، واضرب في 7.5 لو عايز تعرف بالمصري. وده سكوتر ب 600 بيشيل وزن 100 كيلو. هل محلات البقالة بتبيع لبس؟ بتبيع كل حاجة، يلا نشوف. ده باتيناج من وجهة نظري، والأسعار من 50 لحد 220، والمقاسات أطفال وكبار زي ما انتوا شايفين. والبورد ب150 وفي كل المقاسات. والعجل يا دوب نوعين حريمي على نوعين رجالي، عشان حاجة كده على طرف المعلقة، لأن في الأول وفي الآخر سوبر ماركت. دي ب1300، واللي بعدها زيها فارق 50 فوق 50 تحت، الأسعار واحدة بس خلي بالك من الفحم. ريد بول وريد بول أشهر مشاريب طاقة وبتوزعوا على التموين والبطاقة. أنا بختار النوع ده بالذات عشان هو أرخص واحد في مصر، كله ضحك على اللي تقول. ولقيت شمسية عليها علم السلام أو علم الخواجات، نحن لا نتطرق لهذه الحوارات. المهم الجاكيت ده فيه ب85 وفي ب110. بص كده اتفرج، هوبا هوبا هاي، برضه مش هشتريه لا مؤاخذة. بالحاج الكاوبوي وريني الجاكيت ده عشان ده لوني المفضل. الجاكيت بحوالي 15 يورو ب75 زلوتي. مش ده الغريب، الغريب انه مكتوب عليه عربي، مستورد من طرف مرجان احمد مرجان. والبنطلون لا ب 18 يورو او ب 80 زلوتي. واختمها بالشيبس المفضل حقي الله يرحم لما كنت بجيب مستر كيجو ب 15 ساغ.